هل كنت تعاني من إسهال حاد أو زيادة في عدد مرات التبرز أو براز سائل؟ عادة ما يكون الإسهال الحاد ناتج عن التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أو التسمم الغذائي. التهاب المعدة والأمعاء البكتيري نادر جدا. ما هي أعراض الإسهال؟ عادة المرضى يكون عندهم زيادة في كمية أو عدد مرات التبرز، وقد يشعر بعدم ارتياح في البطن أو انتفاخ، وأحيانا يكون مصحوب برثيان أو تقيؤ. قليل جدا من الناس يكون عندهم حمى أيضا، لكن من المهم جدا تعرف ما هي الاحتياطات اللي لازم تأخذها مع الإسهال. تأكد أنك تشرب سوائل كفاية. خذ كمية كافية من محلول الإماهة الفنوية أو إلكترول لأنك تفقد كثير من الأملاح، وهذا هو السبب اللي يخليك تحس بتعب شديد، صداع وضعف. فلازم تتأكد أنك تأخذ كمية كافية من محلول الإماهة الفموية، خصوصا على الأقل 200 مليلترا لكل مرة تبرز. وبجانب هذا، الطبيب عادة يكتب لك أدوية مضادة للإسهال. ومؤخرا شفنا كثير من المرضى يستخدم مضادات حيوية زي أو2 أو نورفلوكستيزي للإسهال الحاد، وهذا مش ضروري. هذا فعليا يقتل البكتيريا النافعة في المعدة ويسبب مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي بعدين. فعشان كذا ننصحك تاخذ رأي طبيب مختص بالجهاز الهضمي قبل ما تستخدم مضادات حيوية.